سو يون تسجل رسالة لخطيبها سيونغ جين. لاحقا تشاهد سيونغ جين الفيديو وتعلم أنها تدعي أنها في طريقها إلى برلين. تقول إنها ليست جيدة بما فيه الكفاية بالنسبة له، لذلك تقرر الرحيل على أمل أن يكون سعيدا بدونها. الرسالة تحطمه تماما. مضى على سيونغ جين قائد الأوركسترا 12 يوما دون أن تصله أي أخبار عن خطيبته سو يون عازفة يائسا من الحصول على إجابات يوزور يرين والدة سو يون ومدير الأوركسترا. ترفض يرين تصديق أن تذهب ابنتها إلى برلين. تشير سيونغ جين إلى أن سو يون لم تأخذ التشيل الخاص بها أو حتى ملابسها. هذا الإدراك يجعل يرين تشعر بالذنب وتعتقد أنها ربما تكون قد افسدت ابنتها أكثر. هناك شيء ما غير صحيح. هذا هو الوجه الخفي. بالعودة إلى المكتب يلتقي سيونغ جين بعازفة تشيل شابة تدعى ميجو. إنها صغرى سو يون، تدربت على يد نفس المعلم بورك يون عندما كانت ميجو لا تزال تدرس. كانت سو يون تعمل بالفعل كمساعدة هناك. في الواقع كانت سو يون هي التي اتصلت بها فجأة وحثتها على تقدم للوظيفة، مما جعل ميجو في حيرة من أمرها في ذلك الوقت. يطلب سيونغ جين بفضول السماع عزفها، ومع ذلك فإن التشيل الخاص بها معطل حاليا، لذا فهي تقدم تسجيلا. وبينما هو يستمع ينتقد سونغ جين اختيارها للموسيق، قائلا إنها بسيطة للغاية بالنسبة لاختبار أداء. توضح ميجو أنها تحب هذه المقطوعة لأنها تشعر بحزن، على الرغم من أنها شخصيا لا تشعر بالحزن أثناء استماعها إليه، إلا أنها تظل هادئة وغير منزعجة، حتى أنها تخبره أنه لا بأس في حال عدم اختيارها. تقترح عليه بشكل عرضي أن يتخلص من مستنداتها وذاكرة التخزين المحمولة إذا لم تكن هناك حاجة إليها. ثم سيونغ جين واقفة هناك مندهشة من ثقتها الهادئة. ظل يراقبها وهي تبتعد وتركب سيارتها. وفي وقت لاحق من تلك الليلة يجد نفسه يعيد تشغيل موسيقاها مرارا وتكرارا، حتى أنه يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها غير قادر على إخراجها. وفي نهاية المطاف يذهب إلى منزلها ليعتذر لها عن رفض موسيقاها في وقت سابق. تقبل ميجو اعتذاره بكل سهولة. بعد فترة وجيزة قرر سونغ جين أن يضمها إلى فرقته الموسيقية. بعد ظهر اليوم التالي بعد انتهاء التدريب تواجه ميجو مشكلة عندما تتعطل. يقترب منها سونغ جين وتسأله عما إذا كان بإمكانه توصيلها. وفي الطريق يدعوها عرضا إلى العشاء فتوافق بالسعادة. في المطعم يقضون وقتا في الحديث والشرب، ويذكر سيونغ جين أن والدته تمتلك مطعما أيضا. ومع استمرار الليل يبدأ المطر الغزير فجأة في الانهمار بغزارة. لم يجلب أي منهما مظلة وأصبح الرحيل صعبا. لا يزال ميجو يريد الاستمرار في الشرب، لكن المطر يزداد سوءا، لذا يقترح سيونغ جين أن يكملوا في منزله بدلا من ذلك. يصلون في النهاية إلى منزله ويواصلون الشرب هنا. بعد محادثة طويلة بينما ينهمر المطر في الخارج تبدأ الأجواء بالتغير. يمد سونغ جين يده إلى يد ميجو، وسرعان ما تسيطر عليهما مشاعرهما. ما يبدأ كتردد يتحول إلى شيء أكثر حدة عندما يستسلمون لمشاعرهم. على الرغم من أن كلاهما يعلم أن هذا الأمر غير صحيح، وفي النهاية يقضيان الليلة معا. في اليوم التالي في المكتب تشارك يرين قلقها المتزايد بشأن سو يون. لم ترد أي أخبار على الإطلاق، وحتى بطاقتها المصرفية لم يتم استخدامها. بعد فترة وجيزة يتلقى سونغ جين رسالة من ميجو تشعر بالذنب تجاه ما حدث في الليلة السابقة، وتقرر قطع الاتصال لتجنب تفاقم الأمور. تطلب منه أن يحترم قرارها. في تلك الليلة يحاول سونغ جين الاتصال بها، وبدلا من التحدث يعزف مقطوعة على البيانو يعرف أنها تحبها. عند سماعه ذلك يدرك ميجو كم هو مضطرب. غير قادرة على تجاهله تذهب إلى منزل. عندما يلتقيان مرة أخرى يعود التوتر بينهما مرة أخرى، ويعودان إلى نفس العلاقة السابقة. بعد ذلك بينما كانت ميجو في الحمام حدث شيء غير متوقع. تتفاعل فجأة مع تغير الحد في درجة حرارة الماء، لكنها تتجاهل الأمر وتصر على أنها بخير. ثم تنتقل القصة بعد ذلك إلى ما قبل 3 أشهر. وصل سو يون وسيونغ جين للتو إلى المطار. ميجو هناك للترحيب بهم وتسليمهم مفتاح منزل سو يون الجديد. على الرغم من أن سو يون طلبت منها أن تترك المفتاح عند الباب ببساطة، إلا أن ميجو لا تزال تظهر شخصيا وهي غير متأكدة من أن المنزل يلبي توقعاتها. تقول سو يون أنها شاهدت الفيديو بالفعل وأعجبها المكان، لكن من الواضح أنها تشعر بعدم الارتياح لرؤية ميجو. عندما يصل سيونغ جين تقف سو يون بسرعة وترحل معه، بينما تبقى ميجو في الخلف بهدوء. بعد فترة وجيزة تصل سو يون وسيونغ جين إلى منزلهما الجديد، وهو مكان كان ملكا لمعلمها السابق بورك يونغ سونغ. في تلك الليلة يستضيف زوجان حفلة ترحيب في منزلهما الجديد.
ومع استمرار الأمسية ينتهي الأمر بسونغ جين بغسل الكؤوس لأن الكؤوس لا تكفي الضيوف. يبدي يرين الموجود هناك أيضا ملاحظة حادة تشير إلى أن هذا النوع من المهام يناسبه. من الواضح أن موقفها يأتي من حقيقة أن سيونغ جين لا ينحدر من عائلة من نفس المكان، ومع ذلك فهي لا تزال تعترف بموهبته وإنجازاته، ولهذا السبب توافق على وجوده مع ابنتها. ولكن في أعماقها لا تزال تراه شخصا يمكن السيطرة عليه. في اليوم التالي يزداد التوتر بين سونغ جين وسويون. يعترف بأنه يشعر بالإهانة، خاصة بعد الحفلة التي شهدت فيها الفرقة الموسيقية بأكملها. فهو لا يشعر بأنه قائد فرقة موسيقية محترم بقدر ما يشعر بأنه شخص يتم استغلاله من قبل كل من حماته المستقبلية وخطيبته. في تلك الليلة بعد أن ينام سيونغ جين تحدق سويون بهدوء في المرآة أمام سريره، تنقر عليه وكأنها تتحقق من أن شيئا ما تعرفه لا يزال مخفيا خلفه. في صباح اليوم التالي تلتقي سويون بمي، تعيد محادثتهما ذكريات ماضيهما بما في ذلك قبلتهما الأولى. تتذكر ميغو ذلك بوضوح حيث حدث ذلك داخل غرفة مخفية في منزل معلمهم، والذي أصبح الآن منزل سويون. في ذلك الوقت اعتقدت سويون أنها لم تحب أحدا غيرها، لكن ميغو وميغو شعرتا بنفس الشعور. حتى الآن تعترف سويون أنه على الرغم من أنها مضت قدما إلا أنها لم تخن تلك الذكريات أبدا. ثم تسأل سويون عما إذا كانت ميغو قد زارت تلك الغرفة المخفية مرة أخرى أثناء التجديد. تؤكد ميغو أنها فعلت ذلك وأنها لا تزال تحتفظ بالمفتاح. ومع غياب سيونغ جين يعود الاثنان معا إلى المنزل. داخل غرفة النوم تطلب سويون المفتاح وتسلمه ميغو دون تردد. تشرح سويون أنها تريد أن ترى كيف سيكون رد فعل سيونغ جين إذا كان يعتقد حقا أنها تركته. ثم تطلب من ميغو المساعدة في تحريك الخزانة بجانب المرآة. وبينما يتحرك ينكشف باب مخفي خلفه، يفتحه ميغو ويفتح الطريق إلى غرفة خفية مظلمة وباردة من الواضح أنها تركت دون استخدام لفترة طويلة، حتى أن هناك قيودا في الداخل تشير إلى ماضيها المزعج. عند وقوفه هناك يتذكر سويون علاقتهما. خلال تلك الأيام السابقة اعتادت أن تصطحب ميغو إلى هذه الغرفة كلما أرادت أن تكون قريبة منها وتحولها إلى مساحة خاصة لتواصلهما السري. بعد استعادة تلك الذكريات تقرر سويون تسجيل رسالة لسونغ جين قبل تنفيذ خطتها. يراها ميغو وهي تفعل ذلك، وبمجرد الانتهاء من الفيديو تترك سويون ملاحظة تخبر فيها سونغ جين بمشاهدته، ولأنها تعلم أن الغرفة المخبأة باردة ترتدي معطفا سميكا وتجمع الأغراض التي تخطط لإحضارها إلى الداخل. ثم تسأل ميغو عن المفتاح. تسلمها ميغو وتسألها عن المدة التي تنوي البقاء فيها. تقدر سويون أن الأمر سيستغرق حوالي 3 أيام فقط، حيث لا يزال لديها تدريب أوركسترا يجب أن تحضره. مع تجهيز كل شيء تستعد لدخول الغرفة. تطلب من ميغو أن تعيد رف الكتب إلى مكانه بمجرد دخولها. بعد أن تدخل تغلق الباب خلفها. في الداخل تتحرك نحو لوح زجاجي متصل بالمرآة فوق الحوض. في الغرفة الرئيسية من جانبها يمكنها رؤية كل شيء بوضوح. تلوح ميغو بالوداع على الرغم من أنه لا يمكن رؤيتها، ثم تغادر داخل المساحة المخفية لا توجد إشارة على الإطلاق. ومع مرور الوقت تأكل سويون الطعام الذي أحضرته. لم يمض وقت طويل حتى سمعت باب غرفة النوم يفتح. بالنظر من خلال المرآة ذات الاتجاهين ترى سيونغ جين يشاهد الفيديو الخاص بها محطما تماما. وفي الليلة التالية لا يزال يبدو تائها ومهزوزا. من موقعها الخفي تستمر سويون في مراقبته دون أن يلاحظها. في البداية تشعر في البداية بالرضا عن خطتها، وإذ تعتقد أنها رأت ما يكفي قررت أن الوقت قد حان للخروج. ولكن عندما حاولت فتح الباب حدث خطأ ما، لن يفتح الباب. عندها أدركت أنها محاصرة في الداخل، وسرعان ما يصيبك الذعر. تندفع إلى المرآة وتضرب عليها في محاولة لجذب انتباه سونغ جين، ولكن مهما بلغت قوتها في الضرب فإن الصوت لا ينتقل عبرها. حتى صراخها لا يسمع له صوت. وبعد أن يئست جربت كل ما يخطر على بالها ولكن لم يفلح أي شيء، وهي تأكل ما تبقى من الطعام الذي أحضرت بما في ذلك البيض المسلوق بينما تبحث عن أي مخرج ممكن. عندما تبدأ مؤونتها في النفاد تستكشف الغرفة أكثر وتكتشف عبوة قديمة من المكرونة سريعة. تقوم بتنظيفه بالماء من الحوض وتأكله على أي حال فقط من أجل البقاء على قيد الحياة. تمر الأيام ويزداد الوضع سوءا قبل أن تدرك ذلك. مر أسبوعان تقريبا ولا تزال السويون محاصرة داخل تلك الغرفة المخفية دون أي مخرج. في تلك الليلة استيقظت سويون في تلك الليلة وتوجهت نحو الحوض
لتلاحظ أن ضوء الحمام يضيء فجأة. لدهشتها عادت ميجو إلى المنزل. في البداية تشعر سويون بالارتياح، معتقدة أن هذه قد تكون فرصتها للخروج من ميجو ببساطة. وفي تلك اللحظة تبدأ سويون في التساؤل عن كيفية تمكنها من دخول المنزل بهذه السهولة في منتصف الليل. تتضح الحقيقة شيئا فشيئا. كانت ميجو قد غيرت الأقفال بالفعل في وقت سابق بعد أن طلب منها سويون المساعدة في الخطة. ما بدا وكأنه مساعدة كان في الواقع بداية لشيء أكثر. لم يعد ميجو يساعد فقط، إنها تتحكم في حياة سويون. من داخل الغرفة المخفية يضرب سويون الحائط بالقرب من المرآة، محدثا اهتزازات صغيرة في الماء المتجمع في الحوض بالخارج. لاحظت ميجو ذلك وأدركت أن سويون يمكنه سماع كل شيء. وبدلا من مساعدتها تفكر ميجو فيما سيحدث إذا سمحت لها بالخروج. ومع علمها بأنه لن يكون هناك أي غفران في انتظارها، تهرع سويون إلى المرآة وتراقب ميجو تقف أمامها بلا حول ولا قوة. بعد فترة وجيزة يدخل سونغ جين الغرفة من خلف الزجاج. تجبر سويون على مشاهدة نموها التقارب، ولأنها غير قادرة على التدخل أثناء انتقالهما من المرآة إلى السرير، لم يكن بوسعها سوى أن تراقب في صمت بينما يتشابك الشخصان الأقرب إليها أمام عينيها مباشرة. ثم تنتقل القصة بعد ذلك إلى ما قبل 7 أشهر، عندما كان ميجو لا يزال يرمم المنزل. بعد الانتهاء من العمل تحضر المالك معلمهم السابق بورك هيونغ سونغ لرؤية النتائج. تعرب ميجو عن امتنانها لكل ما تعلمته منها، في حين أن جونغ سونغ مسرور لأن سويون اختارت شراء المنزل. اتضح أن جونغ سونغ يعرف بالفعل عن الغرفة المخفية وعن العلاقة بين سويون وميجو، وتكشف أن المنزل بما في ذلك تلك المساحة السرية بناه والدها أثناء الاحتلال. كان ضابطا طبيا مجبرا على القيام بأشياء فظيعة. كان يغمره الشعور بالذنب فيحبس نفسه داخل تلك الغرفة، بل وأحيانا كان يقيد والدة يونغ سونغ. عند سماع ذلك تتذكر ميجو لحظة من ماضيها مع سويون. كان هناك وقت عندما حبستها سويون داخل نفس الغرفة، وبدلا من الذعر ألقت ميجو بالمفتاح بعيدا وتحدت سويون أن تعود وتحررها، واثقة من أنها ستفعل ذلك دائما. عمقت تلك اللحظة من علاقتهما، وأصبحت الغرفة مكانا مرتبطا بعلاقتهما. بعد الانتهاء من فيديو التجديد يرسله ميجو إلى سويون. بعد فترة وجيزة تتصل سويون وتكشف أنها عندما تعود إلى سيول لن ستأتي مع رجل تخطط للزواج منه. صدمت الأخبار ميجو بهدوء. على الرغم من أنها لا تظهر ذلك، اختارت سويون إنهاء علاقتهما وطلبت أن يفترقا على نحو جيد، بينما تركت ميجو للتعامل مع الألم بمفردها. وبالعودة إلى الحاضر لا تستطيع سويون سوى مشاهدة ميجو وهي تنفذ. لا يوجد شيء يمكنها فعله من داخل الغرفة المخفية. في وقت لاحق من تلك الليلة، وبينما كان سويون ينجرف في النوم ويغيب عن الوعي، يضيء ضوء ميجو أمام المرآة تستعد للاستحمام. حتى الآن اتخذت ميجو قرارها بوضوح. إن السماح لسويون بالخروج لن يؤدي إلا إلى تدمير حياتها، لذا فهي ترفض القيام بذلك. لقد اختارت أن تمضي قدما وأن تأخذ الحياة التي كانت سويون تعيشها، وهي لا تنوي العودة إلى الوراء. عند سماع سويون لهذا تصاب بالذعر. بدأت تضرب كل شيء حولها وتحاول فعل أي شيء لتتحرر. وفي حالة من اليأس تبدأ في العبث بالآليات داخل الغرفة. تنتهي أفعالها بالتأثير على نظام المياه في الخارج، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وهو أمر تشعر به ميجو على الفور. في اليوم التالي يتصل سيونغ جين بخدمة تصليح لإصلاح الدش الذي بدأ يسخن. بعد فحصها يقترح الفني إجراء تجديد كامل لها، موضحا أن أنابيب المياه الرئيسية تحتاج على الأرجح إلى الاستبدال. من داخل الغرفة المخفية تحاول سويون يائسة أن تشير إلى أنها لا تزال هنا. تحدث أكبر قدر ممكن من الضوضاء على أمل أن يلاحظها أحد. يسمع الفني شيئا غير عادي لفترة وجيزة، ولكن بدلا من تحقيق يشعر بعدم الارتياح ويقرر مغادرة المنزل. بعد مغادرة الرجل يبدأ سيونغ جين بالشعور بأن هناك شيئا ما غير صحيح. بعد فترة وجيزة تستدعيه يرين إلى شقتها. يزداد قلقها بشكل متزايد وتعتقد أن شيئا خطيرا قد حدث لسويون. لقد اتصلت بالفعل بالشرطة وهم يخططون لزيارة منزل سيونغ جين في اليوم التالي للتحقيق. عندما تصل الشرطة تقوم الشرطة بتفتيش المنطقة المحيطة بالمنزل بعناية بحثا عن أي أدلة. يشعر سيونغ جين بالإهانة، كما لو كانوا يشكون في شيء أسوأ من ذلك. ومع ذلك يوضح المحققون أنهم ببساطة يتبعون الإجراءات ويراقبون كل شيء، بما في ذلك ردود أفعاله. في هذه الأثناء داخل الغرفة المخفية تعيش سويون على آخر طعامها. في الخارج تتقارب ميجو وسونغ جين أكثر فأكثر، ومع مرور الوقت تستمر حالة سويون في الضعف. في تلك الليلة تدعو ميجو سونغ جين إلى منزلها، وعندما تدخل تفتح الباب باستخدام رمز مرور. 11:17 صباحا. لاحقا بينما يجلسان معا يدرك سونغ جين أن الرمز يتطابق مع عيد ميلاد سويون
يشرح ميجو بشكل عرضي أن المالك السابق هو من قام بتعيينه، مبعدا أي شكوك. في اليوم التالي تزور ييرين سونغ جين في مكتبه وتريه جزءا من فيديو وداع سو هيون مرة أخرى. هذه المرة لفت انتباهه شيء ما. في انعكاس مرآة غرفة النوم يوجد شخص جالس على السرير. يحاول سيونغ جين أن يتذكر تفاصيل فما ينقرها. السوار الذي ترتديه تلك الشخصية يبدو تماما مثل السوار الذي ترتديه ميجو دائما. وبدون إضاعة الوقت يتصل بميجو ويتوجه مباشرة إلى منزلها متظاهرا بأنه يفتقدها ببساطة. عندما يصل يدخل باستخدام رمز المرور نفسه. يرحب به ميجو بحرارة غير مدرك لما بدأ يشك فيه. بينما هي في المطبخ تلتقط سيونغ جين هاتفها بهدوء وتحاول فتحه باستخدام عيد ميلاد إنه يعمل. في الداخل يجد صورة موضوعة كخلفية لها تظهر ميجو وهي تقبل. تبدأ الحقيقة تتكشف أمامه. عندما تعود ميجو يواجهها سونغ جين. يربط التفاصيل من الانعكاس في الفيديو بالسوار الذي ترتديه. ميجو لا تنكر ذلك وتعترف بأنها كانت هناك في ذلك اليوم وأنها ساعدت في ترميم المنزل وأن سويون طلبت مساعدتها في الاختفاء. وفقا لميجو أرادت سويون أن تتدخل وتأخذ مكانها وفي النهاية اتبعت ببساطة ما طلبته. عندما يعود سيونغ جين إلى المنزل يغسل يديه ولكن فجأة يتوقف الماء عن الجريان. ما لم يدركه في البداية هو أن سويون تحاول لفت انتباهه من داخل الغرفة. أعاد تشغيل الماء ثم أطفأه مرة أخرى ولاحظ السلوك الغريب. ومع تزايد شكوكه ينتظر كما لو كان يسأل عنه. يتم تشغيل الماء مرة أخرى. في تلك اللحظة كان سويون يحاول يائسا تصرخ على أمل أن يفهم أن هناك مساحة خفية وأنها كانت تراقبه من خلال المرآة طوال الوقت. ببطء يبدأ سيونغ جين في تجميعها معا. يقترب من المرآة وينقر عليها ويستمع عن كثب. تصل إليه أصوات خافتة تكفي لتأكيد الحقيقة. سويون خلف هذا الجدار يفكر في كسر المرآة لكنه يتردد بعد ذلك. يدرك أن سويون قد رأى كل شيء بما في ذلك ما حدث بينه وبين ميجو. في الداخل لم تعد سويون تهتم بذلك. كل ما تريده هو الخروج كما أنها تفهم أيضا أن ميجو عادت إلى المنزل لأنها تعرف مكانها بالضبط. تشعر سيونغ جين الآن بأنها محاصرة في موقف معقد بين امرأتين تربطهما علاقة عميقة ومؤلمة. داخل الغرفة المخفية تنهار سويون داخل الغرفة المخفية على أمل أن ينقذها. بدلا من ذلك يذهب سيونغ جين لمواجهة ميجو وأخيرا كشفت عن جانبها من القصة وتوضح أن سويون قد استغلتها سويون وتركتها ودخلت الغرفة المخفية باختيارها. من هناك حرصت ميجو على ألا تغادر أبدا. إنها تعلم أن ما فعلته خطأ لكنها تعتقد أنه لم يتبقى شيء من الشخص الذي اعتاد. بعد كل ما مرت به أدركت سيونغ جين خطورة الموقف. إذا ماتت سويون فلن يختلف الأمر عن القتل ولكن من وجهة نظر ميجو فإن السماح لها بالخروج سيدمر حياتها الخاصة. في ذهنها كانت هي وسيونغ جين يعاملانها هي وسويون والآن كلاهما يدفعان الثمن. في وقت لاحق في غرفته يجلس سونغ جين غارقة في كل شيء. يبدأ في التفكير فيما سيحدث إذا نجت سويون فهو يخشى ألا تسامحه أبدا وأن تنهار حياته المهنية. من داخل الغرفة المخفية تبدأ سويون في رؤية حقيقة وهي تدرك أن سيونغ جين ربما بقي معها ليس بدافع الحب ولكن من أجل مستقبله. وفي الوقت نفسه تضطر في الوقت نفسه إلى مواجهة أسرارها وحياتها التي كانت. اليوم التالي يلتقي سيونغ جين بييرين التي تسأل عما إذا كان هناك أي مستجدات بشأن سويون. يعترف بأنه لا يزال لا يملك إجابة. لاحقا بينما كان في مكتبه لاحظ مكالمتين فائتتين من هاتف سويون. تظهر رسالة تشير إلى أنها هي بالفعل. في الوقت نفسه تقريبا تتلقى ميجو أيضا رسالة من سويون توضح أنها لا تزال على قيد الحياة. يلتقي الاثنان لمناقشة ما يحدث. كلاهما يدرك الشيء نفسه. لا يزال سويون طليقا في مكان ما ومع ذلك تصر ميجو على أنه من المستحيل أن تهرب حيث يجب أن يكون المفتاح معها. تتزايد الشكوك بسرعة ويبدأ ميجو في التساؤل عما إذا كان هذا من فعل سونغ جين. يشعر سيونغ جين بالصدمة من هذا الاتهام. بدأ الخوف يسيطر عليه وبدأ يفكر في الذهاب إلى الشرطة. في مكان آخر كانت ييرين والمدير يراقبان هواتفهما بهدوء عندما وصلت سكرتيرة تحمل أخبارا تفيد بأن سيونغ جين لا يستطيع حضور التدريب بسبب حالة طارئة. في الوقت نفسه تم الإبلاغ عن وجود ميجو في المستشفى وهي تشعر بتوتر. وسرعان ما يتبين أن كلا الرسالتين تم إرسالهما في الواقع من قبل ييرين والمدير نفسه. إنهم يختبرون ردود أفعال الشخصين اللذين يشتبهون بهما. كما هو متوقع يصاب كل من سونغ جين وميجو بالذعر ويفشلان في الحضور للتدريب. مع إمكانية الوصول إلى هوية ابنتها تمكنت ييرين من إعادة إنشاء رقم سويون لتنفيذ في هذه الأثناء يقف سونغ جين وميجو أمام رف الكتب الذي يخفي مدخل الغرفة السرية.
يصر ميغو على أنه لا توجد طريقة ممكنة لهروب سويون، لكن سيونغ جين يطالب بمعرفة الحقيقة. تحرك ميغا وأرف لتكشف عن الباب المخفي. يفتحانه معا ويدخلان معا إلى الداخل. يبحثون في المكان المظلم حتى يجدوا أخيرا سويون مستلقية فاقدة الوعي بجانب المرآة ذات الاتجاهين. كلاهما يهرع إليها محاولا إيقاظها. تستعيد وعيها ببطء. تحث ميغو سونغ جين على مغادرة الغرفة، لكنه بدلا من ذلك يدفعها جانبا ويركز فقط على سويون. وسرعان ما ساعد سويون على الخروج من المكان المخفي. وبمجرد خروجها يطلب منها أن ترتاح وتأكل بينما يفكر هو في الذهاب إلى الشرطة، لكن سوهيون يوقفه. لا تبدي أي اهتمام بإشراك السلطات، بل تطلب ببساطة الطعام وتستعد للانتحمام، كما لو كانت تحاول العودة إلى طبيعتها. أثناء وجودها في الحمام توجه سويون انتباهها مرة أخرى نحو ميغو التي أصبحت الآن هي التي تركت داخل الغرفة المخفية. لقد انعكس الوضع تماما. بعد الانتهاء تذهب سويون لمقابلة معلمها السابق جونغ سونغ لتسوية العلاقة.